اذا البنات اول حاجه تنبداو بها الجلبانه تناخذوها تنقيوها مزيان، لا تكون شي حجيره ولا شي حاجه فيها، وتنغسلوها. هنا خديت 4 الفصوص ديال الثومه نقيتهم على هذا الشكل. عندنا الكوكوت، بامكانكم ديروا الجلبانه، بامكانكم ديروا الفول بوحدو، بامكانكم تخلطوا الجلبانه مع الفول حتى هو تيجي لذيذ. غادي نعمل هذا الشيء كامل هنا في الكوكوت. عندنا 3 الحوايج مهمين في البصاره باش تجي لذيذه، هي الزيت البلديه والكمون والثومه، ولا بد من هاد 3 يكونوا. هنا غادي ناخذ شويه الابزار، غادي ندير واحد شويه الهريسه تلذذها، كمون، وعندنا تحميره على قبل اللون. كاين اللي تيخليه حتى يحطها ويبغي ياكلها عاد تيزيد هذيك التحميره الفوق. انا ما تتعجبنيش هكذاك، تندير التحميره في الاول حتى هي تطيب. صافي، والزيت البلديه صافي. دابا غادي نعمر عليها بالماء حتى هكا تحسوا بها، يعني الماء جا فوق من الجلبانه بحال هكذا. صافي، وغادي نسد عليها نصف ساعه، من بعد غادي نشوفها. هانتوما البنات حليت على الكوكوط من بعد ما دازت نصف ساعه. دابا صافي راه الحبه طيبه. دابا لحقاش تبقى بحال هكا غادي نطربها بهذا، غادي نطربها بالميكسور، وغادي نرجع معاكم. اذا البنات وصلنا اخر فيديو. البصاره ديالنا تجي على هذا الشكل، تجي لذيذه ورائعه، ولا بدا ما نرافقوها بشويه ديال الكمون تعطيها واحد اللذه، وكذلك واحد شويه ديال الزيت البلديه. يا سلام كيفاش غادي يجي المذاق رائع. هذاك الكمون والزيت البلديه تيزيدها واحد النسمه، واحد النكهه اللي غزاله وتجي رائعه ولذيذه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، خصوصا في هذا البرد. غير كلوا البصاره راه تتسخن وتجي زوينه. ونتلاقاكم حبيباتي في فيديو قادم باذن الله.